السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا متفقين ان الذهب هيرفع وكل واحد من حضراتكم اشترى عند نقطة معينة الذهب هيجيبها وهيعلى عنها كمان. وخليك عارف ان الفترة الحالية هي فترة مضاربات اكتر منها استثمار. وهنا لازم تكون عارف الذهب بيمر بمراحل عاملة ازاي. اول مرحلة بتبقى جني ارباح، وتاني مرحلة بتبقى تصحيح، وتالت مرحلة بتبقى مضاربات، ورابع مرحلة بيبقى شراء. دلوقتي شايفين العالمي والمحلي عكس بعض، المحلي بينزل والعالمي بيطلع، كل واحد فيهم في وادي. طيب ايه الفترة اللي جاية؟ هنشوف المستويات المتوقعة للذهب هيروح فين محلي وهيروح فين عالمي، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ ده اللي هجاوبك عليه. ما تنساش تعمل لايك. يلا بينا. السلام عليكم. طبعا الناس اللي كانت متابعيني على التليجرام والواتساب كانت قارية المشهد من بدري، من يوم الاثنين. الكلام ده كنا اتكلمنا فيه من يوم الاثنين اللي فات على الواتساب والتليجرام، وكانت مناقشه جماعيه. طيب وهسيب لحضراتكم، للي حابب ينضم للتليجرام والواتساب هسيب لحضرتك اللينكات بتاعتهم في التعليقات تحت، وتابعني عليها لحظه بلحظه. طيب الفتره دي شفنا الذهب عامل 2280 ونزل ل 2215 و2210 و2195. ايه اللي نزل الذهب للمستويات دي؟ طبعا الارتفاع اللي كان حاصل ما كانش ارتفاع عرض وطلب، ده كان ارتفاع سوق سودا، وعشان كده شفنا السوق السودا عامله 41 ونص، ودولار الصاغه عامل 43 جنيه. ولما الاسعار بدات تنزل وبدات السوق السودا تتكسر نزلت ل 39 و39 ونص، وبالتالي شفنا الذهب بيتراوح فما بين المستويات الحاليه 2215 و2220. دي التذبذب اللي احنا شايفينه علشان ما كانش عرض وطلب. طيب ايه اللي حاصل عالميا؟ شايفين الذهب عمال بيطلع. البيانات الاقتصاديه هي السبب ورا الزيادات اللي حضرتك شايفها دلوقتي في السعر العالمي. شفنا يوم الثلاث بيان فرص العمل، وده طلع سلبي للدولار وايجابي للذهب. وشفنا معاه بيان مؤشر ثقة المستهلك، وده برضو طلع سلبي للدولار وايجابي للذهب. وشفنا يوم الاربع بيانات طلعت ما بين سلبية وايجابية، وبرضو يوم الخميس لحد ما جت الجمعة 1 سبتمبر 1/9 شفنا بيان التوظيف طلع ايجابي للدولار وسلبي للذهب. وشفنا البطالة طلعت عكسه، طلعت سلبي للدولار وايجابي للذهب. وشفنا اخر حاجة مدير المشتريات اللي طلع ايجابي للدولار وسلبي للذهب. وهنا معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ايه يا عم حسام؟ معنى الكلام ده ان حضرتك هتشوف الفيدرالي قدام 2 سيناريو يوم 20 سبتمبر في اجتماعه اللي جاي. يا اما هيرفع الفايدة وهيقول ان هيسيب الدنيا للبيانات هي اللي تتحكم الفترة اللي جاية، وهنا ما قفلش الباب، يا اما هيقول هثبت وبعد كده هرفع الاجتماع اللي بعده. وفي كلتا الحالات العالمي مش هيرفع الارتفاع اللي حضرتك متخيله، يعني مش هيرفع 2000 فيما فوق دولار للأونصة، لا. وانا برجح الاختيار التاني ان هو يثبت وبعد كده يبدأ ان هو يرفع في الاجتماع اللي بعده، يعني يثبت يرفع يثبت. ده السيناريو الاقرب للفيدرالي الفترة اللي جاية. طيب السعر المحلي رايح على فين دلوقتي يا عم حسام؟ طيب خلينا متفقين ان لو ما كانش السعر العالمي دلوقتي 1950 و1940، ده الرينج اللي بيتراوح فيه، كنا شفنا سعر عيار 21 في مصر عامل 2150. ودلوقتي شايفين الاسعار ما بين 2200 2210 ينزل ل 2195 ويرجع تاني لل 2200 ويلعب في 20 و15 جنيه. طيب ليه؟ امتى يكسر الرقم ده وينزل تحت ال 2195؟ لما حضرتك تشوف دولار الأونصة بره عمال بينزل، يعني بنشوف السعر بدل 1950 للأونصة نشوف مثلا 1930 و1920. أول ما تشوف الأسعار دي هتشوف الأسعار في مصر أوتوماتيك عمالة بتنزل، وهتشوف 2170 و2160 و2180. خد بالك من النقطة اللي هقولها لحضرتك لأنها مهمة جدا جدا جدا. وقت ما حضرتك شايف ان السعر المحلي عمال بينزل والسعر العالمي معاه برضه بينزل، ممكن تلاقي السعر المحلي رفع مرة واحدة. هيبقى ايه السبب يا عم حسام؟ هتقول لي العرض والطلب. هقول لحضرتك لا، السبب هنا هو هيبقى ارتفاع سعر السوق السودا في مصر تاني، والدولار رفع تاني ل 40 وكسره ورفع فوق تاني، وبالتالي
دولار السوق السوداء هيرفع دولار الصاغه التحوطي وهيرفع هو كمان، وهتلاقي الذهب كسر ال 42 جنيه. ما تخافش وما تقلقش، لان الوقت ده هيبقى وقت مضاربات، ده مش وقت استثمار، ده هيبقى وقت مضاربات. ما تخافش واتفرج من بعيد، بس خد بالك علشان الفترة اللي جاية هتسمع ان يوم 15/9 في تعويم. هتقول لي ليه؟ هقولك عشان ده ميعاد المراجعة التانية مع صندوق النقد الدولي، فدي هتبقى اشاعة، مش هيحصل تعويم. طيب هتيجي للمرة التانية تقول لي يوم 21/9 هيحصل تعويم. اشمعنى التاريخ ده؟ علشان ده اجتماع البنك المركزي، ده ميعاده، ميعاد الاجتماع اللي جاي. كل ده ما يقلقكش، كل ده هتشوف بعد 21 سبتمبر هتشوف هدوء تاني في الاسعار، ده لو سمعت الفترة اللي جاية الاشاعات دي. طيب البريكس وازاي هنستفيد منه؟ خليني اقول لك ان مفيش عائد من البريكس على الجنيه. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك ان انت بيجي لك سياحة من روسيا بالروبل، يعني السايح اللي هيجي لحضرتك من روسيا من بره هيجي يوفر لحضرتك روبل، وحضرتك بتحتاج من روسيا قمح وبتستورد منها بعض المنتجات الاخرى، فطبعا هتاخد الروبل اللي انت جبته من السياحة وتديه لروسيا تاخد منها القمح. هنا انت رفعت ايدك شوية من على الدولار، مش قعدت تتحمل عليه اكتر من اللازم. طيب هنيجي للصين، معظم المستوردين دلوقتي في الصين بيستوردوا باليوان الصيني، مش هنستورد بالدولار بعد كده، لا، من اول 1/24 هيتفعل عند حضرتك اليوان الصيني، ان انت لما تروح تستورد من الصين تديهم اليوان الصيني ما تديهمش دولار، وهنا هتخف الضغط على الدولار. هنا الجنيه حضرتك ما بتصدرش، حضرتك بتستورد بس، لو بتصدر هنا قيمة الجنيه هتعلى. لكن هقول لحضرتك برضو معلومة، ان طبعا طول ما انت بترفع الضغط من على الدولار قيمة الجنيه مش هتفطس، قيمة الجنيه مش كل شوية نلاقي تعويم. هي دي الميزة من البريكس. طيب يا عم حسام، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ قولا واحدا، لو حضرتك بتشتري لسنة فيما فوق، حضرتك اشتري على الوقت الحالي بس بجزء، قسم المبلغ اللي مع حضرتك على 3 مرات، جزء دلوقتي وجزء لما تشوف 2150 او 2130 وجزء تاني بعد التعويم. دول ال3 اجزاء اللي هتشتري بيهم على مدار السنة لو حضرتك هتحتفظ بيهم لسنة فيما فوق. طيب لو انا هحتفظ بيه ل6 او ل7 شهور، هقول لحضرتك انتظر شوية، لان انت من اول 2150 ابدأ ان انت تشتري برضو بجزء، بلاش تشتري على الوقت الحالي. طيب لو انا هضارب، قرار المضاربة ده قرارك الشخصي، بس اهم حاجة وانت بتضارب لو عندك ذهب قديم باسعار قليلة برضو دي حاجة كويسة. لو ما عنديش، لو انت ما عندكش الفلوس اللي هتضارب بيها دلوقتي، اعمل حسابك انك مش محتاجة الفترة دي خالص، علشان ما تضطرش ان انت تروح تبيع بخسارة تحت اي ظرف من الظروف. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد عنده استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.